بسم الله الرحمن الرحيم. كده ازيكم؟ شايف الورقة دي؟ ممكن تبص لها وتقول دي مجرد ورقة صفراء من السبعينيات، ريحتها ريحة جدودنا. بس الحقيقة ان الورقة دي كانت بمثابة بوليس التأمين ضد الزمن لملايين المصريين. آلة زمن مالية وقفت عند سعر كيلو اللحمة ب75 قرش. عقد بيخليك ساكن في أرقى مناطق القاهرة بإيجار شهري أقل من سعر كوباية القهوة اللي بتتصور جنبها على انستجرام دلوقتي. الموضوع أشبه بكود شفرة في لعبة الحياة. الناس دي كانت عايشة في فقاعة زمنية، والفقاعة دي على وشك الانفجار. النهاردة هنتكلم عن الزلزال التشريعي اللي اسمه قانون الإيجار القديم. شوف يا صديقي، الحكاية بدأت من زمان قوي. القوانين دي لما طلعت كان هدفها حماية المستأجر وتوفير سكن للناس، ومع مرور السنين الإيجارات فضلت ثابتة. يعني جدك كان ممكن يدفع 10 جنيه في شقة، وانت لو ورثتها منه هتدفع نفس ال10 جنيه، مبلغ رمزي لدرجة انه علبة كشري حجم عائلي أغلى منه. لكن في يوليو 2025 البرلمان قال جيم اوفر، يعني كفايه كده، وصحوا الجميع من الحلم ده بتغيير جذري. القانون الجديد قال كلمتين ورد غطاهم: كل عقد ايجار مكتوب قبل 31 يناير سنه 1996 هيتلغي. بس مش هيتلغي بكره الصبح، الحكومه عملت فتره انتقاليه، زي ما تقول كده فتره حداد على الايجار ابو بلاش. المحلات والمكاتب غير سكني قدامكم 5 سنين، والشقق والبيوت سكني قدامكم 7 سنين. 7 سنين ممكن تحس انها فتره طويله، تتجوز وتخلف وتربي، بس في عالم الإيجارات دي غمضة عين قبل الصدمة الكبيرة. وهنا بقى يا صديقي ندخل في الجزء اللي هيخليك تراجع حساباتك البنكية. القانون مش بس هيلغي العقود، ده هيعمل لها إعادة تسعير عنيفة خلال الفترة الانتقالية عشان تستعد للجامب سكير اللي هيحصل لك. لو انت ساكن في منطقة راقية زي الزمالك أو جاردن سيتي وبتدفع مثلا 50 جنيه، إيجارك ممكن يوصل ل1000 جنيه كحد أدنى، يعني 20 ضعف. طب لو في منطقة متوسطة أو شعبية وبتدفع مثلا 25 جنيه، إيجارك هينط 400 جنيه أو 250 كحد أدنى، يعني تقريبا زيادة 10 أضعاف. ودي مش كل حاجة، دي مجرد البداية. بعد ما تخلص الفترة الانتقالية ال5 أو ال7 سنين، الإيجار هيزيد 15% كل سنة. يعني كل سنة بتصحى من النوم تلاقي الإيجار يقولك صباح الفل يا باشا، الدولار أغلى من امبارح، أنت ما بتسمعش أخبار ولا إيه؟ طب والناس دي هتروح فين؟ سؤال منطقي جدا. بس الحكومة بتقول لكم ما تقلقوش، عاملين شبكة أمان سيفتي نت، بس إن شاء الله في الآخر ما تطلعش شبكة رصيد. شبكة الأمان دي عبارة عن وحدات سكنية بديلة، وقالت إنه من يوم 1 أكتوبر هيطلعوا المنصة الإلكترونية. أي حد متضرر يقدر يدخل يسجل بياناته لمدة 3 شهور عشان يطلب وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار المدعوم أو إيجار بغرض التمليك أو التمليك المباشر. بس هنا التحدي الحقيقي بيظهر. الأرقام بتقول إنه في أكتر من 530 ألف أسرة ممكن تحتاج دعم سكني. 530 ألف ده مش رقم وخلاص، ده تعداد سكان دولة صغيرة. هل الحكومة فعلا تقدر تستوعب كل العدد ده في الفترة الصغيرة؟ الأخطر من كده، الوحدات الجديدة دي هتكون فين؟ في المدن الجديدة على أطراف القاهرة. يعني لو حياتك كلها وسط القاهرة، شغلك، مدارس أولادك أو عيلتك، فجأة تلاقي نفسك محتاج تبدأ من الصفر في مكان بتبعد عنه 2 مواصلات في اليوم. وده مش مجرد تغيير سكن، ده اقتلاع اجتماعي كامل. طب ليه كل ده حصل فجأة؟ الحقيقة إنه الموضوع كان بيتطبخ على نار هادية. في نوفمبر 2024 المحكمة الدستورية العليا طلعت قرار تاريخي، قالت إن استمرار الإيجارات القديمة بالشكل ده غير دستوري وبيمثل اعتداء على الملكية الخاصة، وده كان بمثابة الضوء الأخضر للبرلمان عشان يتحرك بالسرعة دي. لكن في باحثين ونشطاء كتير انتقدوا الموضوع، قالوا إنه مفيش بيانات دقيقة عن عدد الناس المتضررة، وإنه القانون اتعمل بسرعة من غير دراسة كافية لتأثيره الاجتماعي. في خوف حقيقي إنه أحياء تاريخية في وسط البلد تفقد طابعها وتتحول لمجرد سلسلة محلات ومطاعم عالمية، يعني روح المكان هتختفي. لأن احنا قدام أكبر عملية توزيع سكاني واقتصادي في تاريخ مصر الحديث. ملاك عقارات شايفين إنه العدل أخيرا اتحقق، والمستأجرين شايفين إنه أمانهم واستقرارهم اتهد في لحظة، والحكومة في النص بتحاول توازن بين حق الملكية والبعد الاجتماعي. والقصة دي مش مجرد أرقام وقوانين، ده تراث جدتك اللي كانت عايشة بأمان في شقتها الصغيرة، يعني أسس صاحب المحل الصغير اللي بيحاول ينافس في سوق كبيرة. ده مستقبل شكل مدننا وحياتنا. والسؤال الموجه دلوقتي موجه ليك انت. لو انت واحد من ملايين المتأثرين بالقانون ده، سواء كنت مستأجر أو مالك، شاركنا في التعليقات. ازاي القرار ده هيغير حياتك؟ وايه مخاوفك من القرار ده؟ وايه اللي بتتمناه؟ متنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، رأيك مهم لأن القصة دي لسه بتتكتب. سلام.